السنة فيها 365 يوم، الإنسان اللي حنتكلم عنه ده قاعد 382 يوم يا عزيزي المشاهد بدون ما ياكل، والسبب كان تافه جدا يا عزيزي المشاهد. حتجي تقول لي ما عادي يا مان الإنسان بيعمل في دايت، تعال أقول لك إنه طبيا يا عزيزي المشاهد أنت ما حتقدر تقعد أكتر من 30 يوم بدونك. تعالوا أحكي لكم القصة. في سنة 1940 في المملكة المتحدة بالتحديد في واحد اسمه هانجوس، الإنسان ده كان وزنه 214 كيلو جرام، فقرر وقال إنه عايز يقلل الوزن بتاعه. حتفتكر إنه قرر ينزل الجيم؟ لا، من الآخر كده قال انا عايز امتنع من الاكل دايت. يا ما فاهم كيف يجيك واحد يقول لك والله يا اخي انا جربت اني اعمل دايت اسبوع ولكن رجعت تاني، وانت بتاكل في كسر عصيده يا شيخ قدرت تعمل دايت بتاع شنو؟ المهم الانسان ده كان الدايت بتاعه اسبوع اسبوعين، قعد شهر شهرين لسه مواصل. اوكي الاطباء بقوا متفاجئين انه كيف الانسان ده ما جاته حاجه، الين ما وصل يا عزيزي المشاهد 382 يوم ما اكل في لسانه. حرفيا كان بيشرب مويه عاديه ومويه غازيه وفيتامينات وبيشرب القهوه والشاي، ده كل اللي كان بيعمله. بس في ناس كثيرة حاولت انه تعمل التجربة دي، تقعد اكتر من 30 يوم بدون ما تاكل، جزء منهم يتوفى والجزء الثاني جاته مشاكل في القلب. واني لكم لمن الناصحين ما تجربوا اي حاجة. اشوفكم في الفيديو الجاي. بيس. لو سمحت يا باش انت بتاكل في كسر الصدر ما تقول لي انا داير اعمل دايت، فاهم؟